السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفات عنبر كترحب بكم اليوم إن شاء الله. غادي نصاوب معاكم الدجاج في الفران مع القوق، كيجي رائع لذيذ بزاف، والشامبينيون ما تشبعوش منه. رافقته بواحد السلطة ديال البطاطا مشوية والذرة، كتجي روعة وساهلة في التحضير ديالها. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، ونبداو على بركة الله. المقادير وطريقة التحضير. هنا في هذه الوصفة أنا خدمت بالصدور ديال الدجاج اللي متوفر عندكم، يمكن لكم ديروا في خيضات، جنيوحات، أي حاجة. أنا هنا خدمت بالصدور ديال الدجاج. غنضيف لهم تقريبا واحد نصف كاس ديال الخل يكون أبيض. هنا في الصينيه اللي غتدخل الفرن غنوضع فيها صدور الدجاج، وغنوضع فيها الخل الابيض. غنوضع فيها كذلك واحد نصف كاس ديال زيت المائده، وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه كبيره تكون عامره ديال العطريه الايطاليه، كتعطي واحد النسمه زوينه لهاد الدجاج. غنضيف كذلك واحد نصف معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الملح. غادي نماغيني هاد الدجاج ديالي مزيان في هاد التتبيله. غادي ندخلها فيه مزيان، غنخليها ترقد فيه مده ديال ربع ساعه لا اكثر ولا اقل. صافي، وغادي ندخلها الفران طيب حتى يطيبوا معايا صدور ديال الدجاج. من بعد غنخرجهم. هنا غنتقلوا باش غنوجدوا هذيك الكريمه ديال القوق اللي كنحتاجوا فيها زيت المائده. غنضيفوا ليه بصله كبيره تكون مشلضه فوق النار. غادي نخليو هذيك البصله تبدا تبان معايا غير شويه، وغادي نضيفوا تقريبا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثوم مقطعين قطع صغيره. غنضيف كذلك القليل من الملح، غير واحد القبيصه صغيره غير باش تدبال معايا هذيك البصله. من بعد غنضيف الشامبينيون. انا هنا درت هاد الشامبينيون فخي، الا ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم ديروا المعلب، ولكن هاد الفخي كيجي صحي اكثر وبنين اكثر. هنا غادي نشحرو شويه، ومن بعد غادي نضيف الفلفله الحمراء باش تعطيني اللون لهاد الكريمه وتعطيني المذاق الحلو. هنا غناخذ القوق ديالي تقريبا واحد 3 ديال القوقات. غادي نقيهم مزيان، وغادي نقطعهم مكعبات يكونوا صغيرين على هذا الشكل او على شكل مثلثات. كنشحر كل شيء مع بعضياته. هنا غنضيف كذلك القليل من العطريه الايطاليه. هنا هاد العطريه الايطاليه راه متوفره في المتاجر او الاسواق الكبرى. هنا غنضيفوا القليل من الملح والقليل من الابزار، وغنخليو كلشي يتشحر مع بعضياته جيدا. هنا ضروري تخليوه يتشحر مزيان حتى تدخل ليه مزيان هذيك العطريه. من بعد غادي نضيف ليه واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق. هنا الدقيق الدور ديالو يخلي معايا هذيك الكريمه متماسكه وما يجينيش جاريه. هنا غادي نخلط مزيان هذيك الدقيق في المكونات، غنشحرو كذلك مزيان. من بعد غنضيف واحد الكوب ديال المرق ديال الدجاج، تقريبا واحد الكاس يكون كبير ديال مرق الدجاج. غادي نخلط جميع المكونات ديالي جيدا فوق عافيه مهيله. من بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب، نفس الكوب اللي عبرنا به المرق ديال الدجاج غنضيفوا ليه الحليب. غادي نخلط لكل شيء جيدا. من بعد غادي نضيف واحد كوب كذلك ديال الكريمه ديال الطبخ. هنايا هاد الكريمه كتعطي البنه واللذه، وكتخلي معايا الخليط غني ومتماسك. صافي، وكنخليه فوق العافيه طلع معاه الغليه غير مره ولا 2 المرات. صافي، وكنطفي عليه العافيه. هنا الدجاج ديالي من بعد ما دخلته للفران وطاب وتحمر. هنا غادي ناخذ هذيك الكريمه ديالي من بعد ما خليتها طلعت فيها الغليه غير مره، ما نخليوش يطيب هذاك الشيء بزاف حيت غادي يطيب في الفران. صافي، كنوضعها في الصحن اللي غادي يدخل الفرن، وكنستف فوق منها هذاك الدجاج ديالي اللي صاوبت معاكم ودخلته للفران تحمر. صافي، وهنايا هذاك الدجاج فاش كيطيب راه كيخلي معنا واحد الزيت. هذيك الزيت كناخذوها من هذاك الصحن وكنوضعوها فوق من الدجاج. هذيك الزيت راه كتكون عامره بالعطريه وكتكون بنينه ولذيذه. هذه هي الزيت اللي قلت لكم اللي بقات لكم من الدجاج. وكنسخن الفرن على درجه حراره 180 درجه. كندخل ليه الصينيه ديالي من بعد ما كنكون غطيتها بابي الومنيوم باش يطيب معايا هذاك القوق مزيان والشامبينيون والكريمه تعقد معايا. من بعد كنخرجها. انا غنوريكم الشكل ديالها النهائي من بعد ما غنصاوب معكم هاد السلطه ديال البطاطا المشويه. انا هنايا درت معكم هاد البطاطا الصغيره، وضعتها في طاوه اللي غادي تدخل الفران. هذيك البطاطا الصغيره قسمتها على 2 وستفتها في الطاوه. غنضيف ليها العطريه الايطاليه، غنضيف كميه تكون لا باس بها. غنضيف كذلك القليل من الملح والقليل من الابزار، وغادي نضيف زيت المائده. ضروري من هذه العمليه ديال زيت المائده باش تخلي معكم هذيك البطاطا مقرمشه ولذيذه.
هنا الملح وكذلك الابزار صافي. وكنغطي هاد البطاطا ديالي وكندخلها للفرن طيب حتى تولي معايا رطبه وطيب مزيان. هنايا كنخلطها مزيان باش كندخل فيها هذيك العطريه. هنايا الغرض ديالي من البطاطا انا بغيتها تكون مشويه في الفران، ما بغيتهاش نهائيا انها تكون مسلوقه. هاد المشويه كتكون بنينه اكثر وكتكون صحيه اكثر. صافي غادي نغطيها بورق الطهي او ورق الزبده وغادي ندخلها الفرن طيب حتى طيب ليا مزيان وتولي معايا كي الزبده. ندخل فيها الموس ويمشي فيه. هنا الماغيناد اللي غادي نصاوب فيه هذيك البطاطا غناخذ بصله تكون مشلضه الحمراء، غنضيفوا ليها 3 ديال ياغورت طبيعي بدون سكر. انا هنايا هاد الخلطه ما غنديرش فيها نهائيا المايونيز، غير الياغورت طبيعي بدون سكر. غنضيف واحد 2 معالق صغار ديال لا موطارد. غنضيف كذلك الكورنيشو، تقريبا واحد 5 الحبات ديال الكورنيشو مقطعين قطع صغيره. هنا غنضيف الذره المعلبه وغنضيف هنا القليل من زيت المائده. غادي نخلط جميع المكونات ديالي جيدا. وهنا ضروري اننا نكسروا هذا البياض والاصفرار بالخضرار ديال المعدنوس. ضفت واحد الكميات كل لا باس بها ديال القزبر والمعدنوس مدقوقين. غادي نخلط الكل شيء جيدا مع بعضياتهم حتى يتجانسوا ليا. وغادي نضيف كذلك البصل الاخضر المقطع قطع صغيره. غادي نخلط كل شيء مع بعضياته. وغادي نضيف كذلك واحد معلقه كبيره حتى المعلقه ونص ديال الزعتر. هنا غنخلط كل شيء مع بعضياته. وغادي نضيف نصف معلقه صغيره ديال الابزار، القليل من الملح ولكن ما تقووش الملح حيت كورنيشو مالح ما تجيكمش هاد لاصوص مالحه. البطاطا ديالي من بعد ما شويتها من الفران وطابت معايا مزيان دخلت فيها السكين ودخلت فيه مزيان. غادي ناخذها وهي ساخنه غنوضعها في هذا الماغيناد او الصوص اللي صاوبت معاكم باش كيتشرب ليا هذيك البطاطا مزيان مزيان. هنا كما قلت لكم ان البطاطا المشويه في الفران كتجي ألذ 100 مره من انكم تسلقوها. صافي وهي السلطه ديالي ديال البطاطا هي وجدات. غنوزعها في واحد الصحن يكون اسود باش يبرز ليا الالوان ديال هذوك الخضر اللي درت في هذه السلطه. صافي وكنقدمها كتجي من ألذ ما يكون. كتكالو هي دافئه كتجي روعه وكتقدموها فاش كتشرب هذيك الصوص مزيان مزيان وكتولي معكم معلكه ولذيذه. هنا زينتها بالقليل من القزبر والمعدنوس من الفوق والشكل ديالها النهائي جا على هذا الشكل جات روعه. وهنايا الدجاج ديالي من بعد ما خرجته من الفران شوفوا معايا الشكل ديالو النهائي كي كيجي. هنا خليت الكريمه ديالي حتى عقدت معايا وطاب معايا هذاك القوق مزيان مزيان. شوفوا معايا قدمته بطريقه روعه جا بنين والقوق كيذوب في الفم. الدجاج كيجي روعه. نتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم. الى اللقاء فيديو جديد ووصفه جديده. بسلام عليكم.